يقول الله عز وجل: يا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق، وخزائني ملآنة، وخزائني لا تنفد أبدا. ازيك يا حبايبي؟ عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. إيه، معلش كده هتلاقي صوت غريب كده النهارده شويه، بس تقريبا داخل عليا دور برد، ربنا يستر. عايزه اقول لكم بقى هنعمل النهارده كيكه، اقسم بالله يعني هتاكلوا صوابعكم وراه. لا تقولوا لي بقى فول ولا طعميه، مش كل ما نبعت الواد يروح يجيب طعميه نلاقي القرطاس السخط، يعني ايه ابو 10 جنيه طعميه ما عادش باين اصلا. لا احنا عايزين فول ولا عايزين طعميه، ده حتى بيجيبوا النقرس. احنا بقى من النهارده ان شاء الله باذن الله هنعمل اضراب على الفول والطعميه، وبشويه دي ومكونات بسيطه جدا موجوده في كل بيت. هنعمل احلى صينيه كيكه هتقعد معانا تقريبا يومين كامل، ولو احنا اكيله او هو يوم، حتى لو هنعملها كل يوم مش مشكله. شوف انت بتحتاجي ايه، تجيبي ولا ب20 وب50 جنيه فول وطعميه. طب لا، الكيكه بتاعتنا مش هتكلفنا حاجه، وكمان هتبقى قيمتها الغذائية عالية جدا وهتوفر لنا كتير. تعالى يلا نخش نقول مكوناتنا ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. لايكاتكم بقى، لايكاتكم اللي بترفع الفيديو، رزقنا منكم قوي. الفترة اللي فاتت ده يعني بخلة جدا، مع ان انا عارفة ان انتوا يعني ابو الكرم كله. اللايك اللي بيرفع الفيديو ده وبفرحني منكم، وبدعيلكم ربنا يكبر بخاطركم يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول كيسين فروتي، كيس ب3 جنيه. تمام. حطيت كوبايتين ميه في الاول خالص، وحطيت كيسين الفروتي. وهنحط ايه سكر بقى، انا هحط كوبايه ونص سكر. هتقولي ده السكر غالي، احط كوبايه واحده بس مفيش مشكله. احنا عشان بنحب الكيكه مسكره، ولادي بيحبوها مسكره، فهحط كوبايه ونص. انا عندي بقى البرطمان او العلبه بتاعت الفانيليا الخام اللي شايفينها قدامكم دي، العلبه الزرقاء، كان ايام المحل. فهحط ايه ربع معلقه شاي فانيليا عشان دي خام. يبقى انا كل حطيت كوبايتين ميه، كيسين فروتي، حطيت كوبايه سكر او كوبايه ونص او كوبايه الا ربع تبع احتياجاتي. وفي الاول وفي الاخر يا جماعه ان حتى احنا نحاول ان يعني نقل في استخدام السكر شويه علشان رمضان يعني نحتاج سكر بزياده. فاحنا ممكن نعمل توميننا، يعني نحافظ على التومين بتاعنا مثلا. يعني اول ما تجيب التومين كده ايه، يعني طلعي ربعه بس استهلكيه واعمل الباقي لرمضان. هنحط بقى بيضتين، عايزة تحط بيضة واحدة هتطلع لك زي العسل وزي الفل برضه، مفيش اي مشكلة. بس انا حبيت ارفع ايه القيمة الغذائية بتاعة الكيكة بتاعتنا. وبعدين انا مش جايبة حاجة من بره، الحمد لله كله من خير بيتنا وايه وفرخنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عشان كده بقول لك دايما يحاول تربي في البيت بجد، هتوفر. يعني البيضتين دي اللي هنجيبهم من بره ب10 أو 12 جنيه، ادي احنا وفرنا ايه المبلغ ده. مثلا نعتبر المبلغ ده هو مكان ايه حبة السكر اللي انت اشتريتيهم. هنحط بقى إيه مقدار نص كوباية من نص ل3/4 كوباية زيت. تمام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مكوناتنا سهلة جدا. يعني 3/4 كوباية، والحبة نص مش مشكلة. إيه، بس انا عشان عارفة ان انا ايه يعني عندي ازازة زيت لسه، ويعني فاضل لي اسبوع على التومين، فرحتها شوية. إيه، يبقى احنا حطينا نص كوباية زيت او 3/4 كوباية زيت. الزيت هننزله بمقدار حبة حبة في الشبشة الخلاط، مش هننزله كله. احنا ضربنا المكونات كلها في الخلاط. هي فكرت بيها كوبايتين ميه، كيسين فروتي. حابه تجيبي كيس فروتي واحد مفيش مشكله، بس انا اقولك في الاخر انا ليه حطيت كوبايتين ميه وحطيت كيسين فروتي. اسمعي الفيديو لحد الاخر هيعجبك جدا. وهنعمل كميه كبيره جدا جدا بالمقدار ده والخليط ده في الكيكه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. حطينا كوبايتين ميه، كيسين فروت، كوبايه سكر او كوبايه وربع او كوبايه ونص سكر. حطيت بيضتين، حطيت ربع فانيليا. الفانيليا موجوده عندي الحمد لله، شكرا ليك يا رب اجعله عامر. السكر موجود عندي الحمد لله، من نوع بقى احنا مش من النوع اللي بيشرب حاجات مسكره على فكره الحمد لله. فتلاقي احنا السكر عندنا متوفر، يعني بنعمله ايه للكيكه، نعمله حلويات بس، لكن غير كده ملناش في العصاير والكلام ده كله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. البيض الحمد لله من خير مزارعنا، الحمد لله الشكر ليك يا رب. فدايما حاولي تعملي رشاد الاستهلاك. السكر مش اول ما تجيبي من الطوامين تنسفوه، لا، خدي نصه او ربعه او تلتينه، وعين الباقي ليوم زي كده، او مثلا لرمضان او لمناسبة او لزيارة جايه لكم او كده. مش ضروري ننسف كل حاجة جايلنا في وقتها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الخليط ده عايزه اقول لكم الخليط ده يعمل صينيتين كيكه. بس انا من النوع اللي بحب لما اجي اعمل الكيكه اسيب جزء سايل لمره تانية، بدل ما انا اقعد لسه اعمل بقى العكه والهيصه ودي كلها. لا، وعلى فكره بتطلع جميله. هتقولوا طب وازاي الخليط اتعمل في التلاجة بعد ما كده، بعد ما عملتيه وكده؟ لا عادي، عادي جدا جدا والله العظيم بتطلع احلى من كده كمان. سيبيه لحد ما ياخد درجه المطبخ وايه، واعملي بقى ايه كوبايه الا ربع دقيق. واضربوهم كويس قوي قوي كده مع في طبق كده مع الخليط ده.
معاهم معلقه واحده بس بيكنج باودر. احنا هنحط نص كيس، احنا عندنا الكيس بقى حلو عشان احنا حاطين كوبايتين دي، لكن احنا هنحط المره الجايه بقى باذن الله بحبه الخليط دول هنحط نص كيس او بمقدار معلقه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. تسويه بقى هنحط بقى فرن قبل ما نحط الصينيه بتاعتنا، هنسخن الفرن على 180 او 200 ونحط في الرف اللي في النص، بس هنسخن الفرن 10 دقايق ربع ساعه، وبعدين نحط الصينيه بتاعتنا في الرف اللي في النص. وبعدين اول 15 دقيقه او 20 دقيقه مجرد ما تشم الريحه بس كده هتقومي موطيه البوتاجاز على الاخر. تمام، يبقى اول 15 20 دقيقه البوتاجاز هيبقى عالي، وبعدها هنوطي على الاخر خالص. الكيكه بتاعتنا طلعت زي العسل، بسم الله ما شاء الله. يلا بقى من هي معانا اضرب على الفول والطعميه، خلي الفول والطعميه عندهم مش عايزين فول وطعميه، هنعمل كيكه وكلها برضو فيتامينات وغذاء لاولادنا وفيها بروتين، يعني فيها كل حاجه. كل حاجه من خير بيتك ان شاء الله باذن الله. بس ان خليكي شاطره بقى كده وربي بقى كده فراخ وهاتي كده ابن بيتك خير. نسيت اقول لكم تفتحوش الفرن قبل 35 دقيقه لما تلاقي الكيكه خلاص راحت طلعت واخدت الوقت بتاعها. هتفتحي الفرن حاجه بسيطه جدا، هتلاقي هتجيبي العصايه بتاعه الشيش طاووق هتعمليها اختبار، هتلاقي ما طلعتش العصايه طالعه من كيكه نضيفه يبقى كده تمام. ما تطلعيش الكيكه من الفرن خالص، افتحي بقى ورب الفرن كده على 15 سنتي وسيبيها 15 دقايق بس، تاخد تخش لها شويه تهويه وطلعيها حطيها على الرخام. لكن ما سيبهاش جوه الفرن وبعد ما تطفي البوتاجاز هتهبط منك. وما سيبهاش فتره طويله وانت مواربه الفرن برضو هتهبط منك. لا، خرجيها بعد 15 دقايق بالظبط كده، خرجيها على الرخام بتاعتك وسيبها تبرد خالص وبعدين قطعيها. يلا بقى مع السلامه، توحشوني. الفيديو الجاي الفيديو بتاعنا خلص، يا رب اكون ضيفه خفيفه عليكم. ولو استفدت بجزء صغير جدا من الفيديو بتاع النهارده لايك حبيب قلبي عشان تفرحوني زي ما بتفرحوني كل مره، وربنا يكبر بقدركم يا رب. واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، واجعله خير على أمة المسلمين كلها، وعنا على الأيام الصعبة دي يا رب، وفكها علينا وزيها غمنا وزيل همنا، اللهم آمين يا رب العالمين. أشوفكم على خير فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.